ليس خالد بالذي يسلمه عقله لغير الإسلام. مرحبا بك يا أبا سليمان. اقترب الوعد الحق. نامت أعين الجبناء. واحد النهار جا واحد الراجل للنبي عليه الصلاة والسلام بغى يسلم. الاسم ديالو الوليد بن الوليد، أخ ديال خالد بن الوليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح من اللي جا وسولو على خوه خالد. من اللي سولو مشى هو صيفط رسالة لخوه اللي راه في مكة، واللي قال له فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام راه كيسول فيك وبغاك تسلم. فين هو عقلك؟ فين هو رأيك يا خالد؟ حيت خالد معروف عليه بالذكاء والعقل، يعني كيخدم عقله بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله عاقل؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. في ديك الوقيته خالد كان كيفكر في الإسلام، ولكن مازال ما قرر. حتى لواحد النهار شاف واحد الرؤية أنه كان في واحد المكان ضيق، فإذا به انتقل من ذاك المكان إلى مكان آخر أخضر وواسع. من اللي مشى للمدينة مشى لعند أبو بكر، سولوا على هذه الرؤية هذه. فقال له أبو بكر: والله يا خالد إني لا أراها إلا الخروج من الشرك إلى الإسلام. المهم واحد النهار خالد قرر باش يسافر من مكة إلى المدينة. شحال من عام وهو كيحارب رسول الله، شوف اش دار في المسلمين في أحد، وقتل شحال من صحابي، وكان أعظم قائد عسكري في ذيك الوقيته. المهم خالد قرر باش يهاجر إلى مدينة رسول الله، وهو غادي في الطريق تلاقى بعثمان بن طلحة، حتى هو كان باغي نفس الشيء. المهم بقاو غاديين بزوج حتى تلاقاو بعمر بن العاص، فحياه وردوا له التحية. قال لهم: فين راكم غاديين؟ قالوا له: رحنا غاديين لعند رسول الله. وقال عمرو: والله لا راني باغي داك الشيء اللي راكم باغيين. فمشاو بثلاثه ودخلوا لمدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وملي شافهم النبي عليه الصلاه والسلام فرح وقال: مكه القت اليكم بفلذات اكبادها. فجلس النبي معهم بثلاثه، فاذا بهم بثلاثه دخلوا الاسلام، من خالد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحه. يا رسول هادو راه سادة من سادات قريش، ومن أكثر الناس فهما وعقلا. خالد اللي كان السيف ديالو ضد المسلمين لشحال من عام، والآن جاء سيف من سيوف الله. جاء خالد باش يرفع راية الإسلام، وجاء باش يكمل ذاك الشيء اللي بقى من عمره مع الإسلام. قال خالد لرسول الله: يا رسول الله دعي الله باش يسمح لي ذاك الشيء اللي فات. قال له رسول الله: إن الإسلام يجب ما قبله، يعني غتسلم داك الشيء كامل اللي فات فراه الله يسامح. ملي كتسلم فراه داكشي كامل اللي درت ما كيبقاش، بحال الا كتبدا صفحه جديده، بحال الله تزاديت. المهم في السنه 8 من الهجره النبي عليه الصلاه والسلام صيفط واحد السفير الى عظيم بصره في الشام باش يوصل واحد الرساله ليه. وملي كان غادي في الطريق تعرض ليه عامر البلقاء اللي كان خدام عند قيصر الروم، والاسم ديالو شرحبيل ابن عمرو الغساني. فملي شد السفير تعدى عليه وقتلو. قتل سفير امين ما بغى يدابز ما والو، ما خصوش يموت. فملي سمع النبي عليه الصلاه والسلام هذا الخبر غضب عليه بزاف يعني.